السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ازاي تعمل الإقامة بتاعة الزواج في اندونيسيا. أنا في الفيديو ده هشرح لكم ازاي ان انت بتعمل الإقامة بتاعتك من أول ما تتجوز لغاية ما تستلمها، وكمان بعد ما بتستلمها بتعمل ايه. هشرح لكم الخطوات بالتفصيل الممل جدا. هجاوب على كل الأسئلة اللي هي جات لي في الفترة الأخيرة، هقول لكم على التكاليف، فاتفرجوا على الفيديو للآخر. طبعا اندونيسيا نظام الإقامة فيها بيبقى نظام كفيل، يعني انت بتدرس مثلا الجامعة بتاعتك هي الكفيل بتاعك، انت بتشتغل الشركة اللي انت شغال فيها هي الكفيل بتاعك، فكذلك الحال في إقامة الزواج. زوجتك بتكون هي الكفيل بتاعك وهي الضامن بتاعك وهي اللي بتكون مسؤولة عنك. أول خطوة هي إن الزوجة بتروح مكتب الجوازات وبتقدم ليك على فيزا لم شمل اسمها سي 317. طبعا الفيزا دي بيتم التقديم عليها اونلاين، يعني ضابط الجوازات هيقول لها ادخلي على الموقع ده اللي هو الموقع الرسمي بتاع الجوازات، وهيقول لها تعملي اكونت عليه ازاي، وان انت تختاري ايه من القائمه وتكتبي ايه هنا وترفعي الاوراق المطلوبه. انا هبقى اقول لكم على الاوراق، وبعد كده الفيزا بيتم الموافقه عليها. هنا بقى في اللحظه دي في حاجه مهمه لازم انت تكون فاهمها. انت دخلت اندونيسيا ازاي؟ لو انت كنت دخلت اندونيسيا عن طريق مكتب، عن طريق فيزا عند الوصول، فيزا دراسة، اي نوع من انواع الفيزا، دي بتبقى حالة. والحالة التانية ان انت لو كنت دخلت اندونيسيا عن طريق فيزا من الزوجة من الاساس، يعني انت قبل الجواز مثلا هي عملت لك فيزا دعوة، وانت دخلت اندونيسيا عن طريق الدعوة بتاعتها، وهي كانت الكفيل بتاعك واتجوزتها، وجت هي عملت السي 317. في الحالة دي الفيزا هتطلع وانت موجود جوه مكتب الجوازات، هتتعمل وهتتحول الى اقامه، وهتمشي في بقيه الاجراءات اللي انا هشرحها دلوقتي. انما لو الضابط لقى في الباسبور بتاعك ان انت كنت دخلت اندونيسيا بفيزا، اي نوع فيزا، بس مش عن طريق الزوجه، فهيقول لك انت لازم ان انت تخرج خارج اندونيسيا وتدخل تاني. يعني لو انت كنت جيت بفيزا عند الوصول وقابلت واحده وعايز ان انت تتجوزها، وبعد ما اتجوزتها رحتوا الجوازات، هتعمل لك سي 317. لازم بقى في اللحظة دي الظابط هيقول لك إن أنت بتختار أي سفارة أندونيسية خارج أندونيسيا، سفارة بقى أندونيسيا في الصين، في ماليزيا، في مصر، مش هتفرق، أنت اللي بتختار السفارة، وبتسافر للبلد دي وبتقدم على فيزا هناك وبتستلمها على الباسبور وبتدخل أندونيسيا. الغرض إيه؟ الغرض ان انت تدخل اندونيسيا عن طريق فيزا تكون الزوجة هي الكفيل. فعلشان كده انا اي حد بيكلمني قبل الجواز، لو انت لسه ما اتجوزتش، فتخلي خطيبتك ان هي تعمل لك فيزا دعوة تكون هي الكفيل بتاعك، مش مكتب. لو مكتب هو اللي عمل لك فيزا دعوة هتبقى نفس القصة، انت دخلت عن طريق مكتب ما دخلتش عن طريقها هي، هيقول لك تطلع وتدخل البلد تاني بفيزا انت طبعا تستلمها من اي سفارة زي ما انا قلت لكم. انا زي ما قلت لكم لو انت كنت ما اتجوزتش خليها ان هي تبعت لك فيزا دعوة، ده هيسهل عليك الموضوع، تبقى انت داخل البلد من قبل الجواز عن طريقها هي، وهو ده اللي انا عملته. وبيبقى اسمها تيليكس فيزا، فيزا الدعوة اسمها بي 211 اي تيليكس، وبتتحول على طول الى سي 317 او بيتشطب عليها وبيطلع سي 317 وانت موجود في اندونيسيا من غير ما تسافر. طبعا فيزا سي 317 دي بتكلف $150، يعني انت بتدفع $150 زائد 100,000 روبيا، دي التكلفة بتاعتها. لما بتطلع بره اندونيسيا وبتدخل تاني بالسي 317 لازم في خلال 15 يوم بتروح الجوازات عشان تقدم على إقامة. لو عدوا ال 15 يوم يبقى كده شكرا، مش هتعرف تعمل إقامة، لازم إن أنت تعمل فيزا سي 317 من الأول. بالنسبة للأوراق المطلوبة، باسبور، صورة شخصية ليك، لو أنت اتصورت في أندونيسيا ماشي، ما اتصورتش في أندونيسيا يبقى أي صورة بخلفية بيضة، تروح لاستوديو تصوير يغير لك الخلفية والمقاسات، لأن هم عندهم مقاسات مختلفة عن المقاسات بتاعتنا، وبيعملوا كمان خلفية زرقاء أو خلفية حمراء. إحنا بنعمل الصور بتبقى 6 في 9 وخلفية بيضة، فأنت مش هتعرف تعمل المقاسات دي في بلدك، فأنت يا إما تتصور في أندونيسيا يا إما تروح استوديو تصوير تديله أي صورة من عندك وهو يعملها لك. فأنت كده معانا الباسبور، معانا الصورة، معانا البوكو نكاح اللي هو عقد الزواج، البطاقة بتاعت الزوجة، كارت العائلة، وأهم ورقة اسمها الدوميسيلي بيبر. الدوميسيلي دي إثبات محل الإقامة، بتروح لواحد كده بيكون شغلته زي شيخ الحارة كده،
ان هو بيكتب ان فلان الفلاني ساكن في العنوان الفلاني. بتديله طبعا صورة الباسبور بتاعتك، وبتصور له الفيزا اللي معاك، وبتديله صورة من عقد الجواز، وهو بيقوم عامل لك الورقة دي وختمها لك ان اثبات محل اقامتك ان انت ساكن في الحتة دي. اي وقت انت مقيم في اندونيسيا، يعني السنة الجاية بقى كمان 10 سنين نقلت لبيت تاني، لازم ان انت بتعمل دوميسيل جديدة، وبتروح الجوازات بتقول لهم انا غيرت محل اقامة. اهم ورقة طول ما انت موجود في اندونيسيا هي ورقة محل الاقامة دي. ان شاء الله لو ان انت ساكن في عمارة مثلا ونقلت من بيت في نفس الدور، في شقة في نفس الدور، الشقة اللي على اليمين نقلت للشقة اللي على الشمال، لازم ان انت تقوم مطلع دوميسيل جديده، ولازم تروح الجوازات تقول لهم انا غيرت محل اقامتي. ما تستهونش بيها لان العقوبه بتاعتها كبيره، تدفع غرامه محترمه يعني. بعد الدوميسيلي تاني اهم ورقه وهي الحساب البنكي. طبعا الاقامه بتاعت الزواج دي يا جماعه انت ممنوع فيها من العمل، ما ينفعش ان انت تشتغل، ما ينفعش ان انت يكون ليك دخل باي شكل من الاشكال. علشان كده من ضمن الاوراق المطلوبه كشف حساب بنكي يكون فيه حوالي $1500 او $2000 كدليل ان انتوا معاكم فلوس، لان انت مش هينفع تشتغل، طب انتوا هتاكلوا وتشربوا منين؟ فمن ضمن الاوراق كمان الحساب البنكي. يبقى انت كده معاك حساب بنكي والدوميسلي بيبر، البوكو نكاح اللي هو عقد الجواز، باسبورك وصورتك، البطاقة بتاعتها، وكارت العيلة بتاعها. هتاخدوا الأوراق دي كلها، هتروحوا مكتب الجوازات، هتشتري دمغة، زوجتك هتشتري دمغة بحوالي 10,000 روبية على ما أعتقد، وهتقوموا داخلين مكتب الجوازات، هياخدوا الأوراق دي كلها منكم، وهيدوها 3 ورقات هي تملاهم. مفادهم يعني إن أنا ده زوجي وأنا مسؤولة عنه وإن أنا الضامن بتاعه. ده يعني مختصر الورق اللي هي هتملاه. أنت مش هتعمل أي حاجة، هي اللي هتملى الأوراق لأن هي الكفيل بتاعك. طبعا في اللحظة دي بقى هو هياخد الباسبور، هو كده إيه، أخد الباسبور منك خلاص وخد كل الأوراق. بعد كده بيدي لك وصل أنت تدفع 2 مليون ونص روبيا. ال 2 مليون ونص روبيا دول عشان تبقى فاهم الفلوس رايحة فين، الكتاس أو الإقامة بتكون سنة بمليون روبيا، والمليون ونص التانيين بيكونوا لحاجة اسمها خروج ودخول متعدد. زمان كان اللي معاه إقامة ممنوع إن هو يخرج من أندونيسيا، أو مش ممنوع، لو خرج من أندونيسيا الإقامة راحت، يعني ما ينفعش إنك تسافر. ويبقى ليك حرية الاختيار بقى إن أنت عايز تدفع وتاخد خروج ودخول متعدد ولا لأ. لما تيجي تسافر لازم إن أنت تاخد التصريح بتاع السفر ده. دلوقتي خلوها لأ، الاتنين دمجوهم مع بعض، تدفع 2 مليون ونص روبيا على بعض. تقدر إن أنت بعد ما بتاخد الإقامة تسافر أجازة، تزور بلدك، تتفسح، تخرج أي بلد تانية وتدخل تاني من غير ما تخسر الإقامة بتاعتك. بدون الخروج والدخول المتعدد ده، لو عديت الحدود شكرا خلاص على كده الإقامة بتاعتك راحت. فده السبب، يعني كان في ناس بتنسى، فده السبب إن هم إيه، راحوا خلوا الاتنين إجباري مع بعض. فده برضو علشان أنت تبقى فاهم، عشان هتلاقي ختمين وهتستلم ورقتين، واحدة للإقامة بتاعتك والتانية للخروج والدخول المتعدد. بتروح بقى بتدفع، وبعد ما بتدفع بتاخد الريسيت بتاع الدفع أو إثبات الدفع، وبترجع تاني للضابط في مكتب الجوازات، هيديلك الورق بقى بتاعك اللي انت سلمته له، يقولك صوره. طبعا صوره دي بقى بتختلف انت موجود في مدينة ايه او مقاطعة ايه. طبعا يعني هي اندونيسيا متقسمة، جوا الشرقية جوا الغربية. جوا الشرقية فيها محافظات، كل محافظة فيها مقاطعات صغيرة أو ولايات. فأنت مثلا لو في قرية يبقى هتعوز بقى تبعت للمدينة أو للمركز، وهتبعت واحدة تانية للمحافظة، وهتبعت واحدة تالتة لجاكرتا، فهتصور مثلا 3 نسخ. المهم الضابط هيقولك تصور كام صورة، وهيديلك ظرف كبير وكل ظرف فيه عنوان. بتبعت بقى للمحافظة اللي انت تابع ليها أو المقاطعة اللي انت تابع ليها، بتبعت واحدة نسخة منهم طبعا لجاكرتا. طبعا في اللحظة دي بقى هياخد ايه، رقم الواتس بتاعك، وهتبعت بالبريد الأظرف، هتستنى لغاية ما هو بقى يكلمك يقولك احنا جايين لك البيت. هيجيلك البيت علشان ان هو يشوف هل ده زواج حقيقي ولا لا، يعني هل دي انت فعلا مراتك ولا انت واحدة بس اديتها فلوس عشان تعمل لك إقامة. هيقعد معاكوا يعني قعدة لطيفة جدا، يعني هيشرب الشاي وهياخد صور، عرفتوا بعض منين، طب انتوا ناويين تعملوا ايه، طب انت اتعلمت اندونيسي ولا لا، طب هي اتعلمت عربي ولا لا، طب لو انت هترجع بلدك هتاخدها معاك ولا لا. اسئلة روتينية مش اكتر، يعني هو مش تحقيق. يعني اعتبروا ان هي ايه، قعدة دردشة، فما تقلقش من الموضوع ده. هو هيجي بس يقعد ياخد صور ويشرب الشاي،
ويخلص المقابلة اللي في البيت دي. ممكن ان هو يطلب ان هو يشوف مثلا صور الخطوبة، فيديو للفرح، حاجة زي كده. بعد بقى ما بتخلص المقابلة دي بيقوم مكلمك تاني يقول لك بقى ايه، تعالى لنا المكتب. بتروح له المكتب، بياخد الإمضة بتاعتك، بياخد البصمة بتاعت ايدك، صوابعك وبصمة العين، بيصورك، وبعد كده بيسلمك الكتاس بتاعك او الإقامة بتاعتك لمدة سنة. وبيوصلك برضو على الايميل اللي انت كتبته في الابليكيشن، بيوصلك نسخة منه الكتروني. فهو بيديك الاتنين، يعني بيبقى في ختم على الباسبور وورقة مطبوعة، زائد ان هو بيوصلك على الايميل نسخة الكتروني منه. انت بتعمل طبعا الكتاس اول مرة سنة، بعد كده بتجدده مرة كمان بعد ما السنة، قبل ما السنة تخلص. يعني ما تستناش بقى في آخر شهر، لا، روح قبل ما الكتاس يخلص كده بشهرين 3 هتروح تاني، لأن الموضوع ممكن ياخد له شهرين، يعني في حدود شهرين 3 شهور حسب الضغط، علشان تجدد الكتاس تاني. كده انت جددت سنتين. بعد سنتين من الزواج بيبقى ليك الحق ان انت بتقدم على حاجة اسمها كتاب. الفرق زي ما انا قلت لكم ان انت سنة الكتاس، انما الكتاب بيبقى 5 سنين. والتكلفة بتاعته بتبقى كام؟ بتبقى 5 مليون، لأن السنة ب1 مليون. أنت هتعمل أول مرة كتاس ب1 مليون، بعد كده الكتاب ب5 مليون 5 سنين. السعر بتاع الخروج والدخول المتعدد ثابت. لو عملته سنة هيبقى ب1.5 مليون، لو عملته سنتين هيبقى ب2.5 مليون. فالكتاب هيكلف 7.5 مليون. بتاخد 5 سنين إقامة، زائد ال2.5 مليون دول بتوع الخروج والدخول المتعدد، سنتين فقط. بعد سنتين لازم ان انت بتروح بتجدد ايه؟ بتجدد الخروج والدخول المتعدد سنتين كمان. فدي مفصولة عن دي، يعني الاكسباير ديت بتاع دي او تاريخ الصلاحية بتاع الإقامة بيختلف عن تاريخ الصلاحية بتاع الخروج والدخول المتعدد. الكتاس بيطلع سنة بسنة، يعني ده بيبقى سنة وده بيبقى سنة. الإقامة سنة والخروج والدخول المتعدد بيبقى سنة. طيب أنا دلوقتي أخدت الإقامة بتاعتي وخلصت الكتاس بتاعي، معايا إقامة سنة ومعايا الخروج والدخول المتعدد سنة. الخطوة اللي بعد كده بتروح لحاجة اسمها الدوكتشابيل، اللي هو مكتب زي السجل المدني، المكان اللي بيطلعوا منه البطاقة. بتطلع بطاقة شخصية مؤقتة. طبعا أنت أجنبي فما تطلعش نفس البطاقة بتاعت الأندونيسيين. بتاخد ورقة فيها بياناتك، اسمك ورقم الباسبور والتاريخ بتاع انتهاء الكتاس بتاعك. فالورقة دي بيبقى اسمها السكيتيتي، لازم ان انت بتطلعها، بتبقى ورقة مطبوعة، زائد بتاخد رقم اسمه NIK. الرقم ده اللي هو زي البطاقة الشخصية او الرقم القومي، نقدر نسميه ان هو ايه، هو الرقم القومي، بس بيكون رقم قومي للأجانب. فبعد ما بتطلع الإقامة بتاعتك لازم يبقى معاك رقم قومي، لازم بيكون معاك الSKTT والNIK اللي هو الرقم. ودول طبعا مهمين في حاجات زي مثلا كورونا. يعني وقت كورونا كانوا بيعملوا اللقاح مجاني للمقيمين الأجانب. انت دلوقتي معاك كتاس مش هيدولك اللقاح، لازم ان يبقى معاك NIK عشان تتسجل على السيستم. فانت بمجرد حصولك على الإقامة تطلع على طول في وقتها على السجل المدني، تعمل الSKTT وتعمل الNIK. ده بالنسبة للكتاس. بالنسبة بقى للكتاب اللي هو بيكون 5 سنين، بتاخد كارت او ID. يعني بيبقى بقى، يعني بدل ما بتبقى ورقة مطبوعة بيبقى عبارة عن ID، كارت بتحطه في المحفظة، شبه البطاقة الشخصية للأندونيسيين بس بيبقى لونها مختلف. وبتاخد كمان الكتاب بتاعك عبارة عن كارت، ما بيبقاش بقى ورقة مطبوعة، لا، بيبقى برضو كارت. يعني انت بتاخد من الجوازات كارت في الكتاب، وبتاخد برضو من الدوكشابيل بتاخد، يعني بيصورك برضو، بياخد امضتك وبياخد بصمتك وكل حاجة، كأنك بتعمل بطاقة شخصية بالظبط. بس هي بطاقة شخصية مخصصة للأجانب، بتختلف عن البطاقة بتاعة المواطن الأندونيسي. لأن خلاص بقى أنت في اللحظة دي مش محتاج إن أنت تمشي بالباسبور. يعني أي حد يسألك يقول لك إقامتك، بتطلع له الكارت بتاع الجوازات، الكارت بتاع الكتاب. أي حد بيسألك مثلا عن رقمك القومي بتطلع، وعايز تعمل أي حاجة باستخدام تفتح حساب في البنك مثلا، مش بتستخدم الباسبور، بتستخدم البطاقة. أنت كده معاك بطاقة. يعني الموضوع بسيط، يعني هو الموضوع مش مكلكع أوي، يعني زي ما انت شفت. هي بس اللخبطة بتاعة الفيزا الأولانية اللي هي بتاعة السي 317، إن أنت دخلت أندونيسيا عن طريق إيه. فأنت لو دخلت عن طريق زوجتك، بالمختصر المفيد، دخلت عن طريق زوجتك هتعمل الكتاس وانت في أندونيسيا. ما دخلتش عن طريق زوجتك يبقى لازم تطلع وتدخل تاني عن طريق فيزا زوجتك تعملها لك. بقية الحاجات الزوجة هي اللي بتعملها، مش انت اللي بتعملها، انت ما بتعملش أي حاجة.
انت بتروح بس تتصور وبتروح تبصم وشكرا على كده. النصيحة اللي هقولها لكم ان الاندونيسيين بيتكلموا شورت توك. الاندونيسيين بيدولك الاجابة على قد السؤال. ما تروحش تسأل تقول انا عايز اعمل مثلا عايز اخد NIK، يوم الموظف قال لك ما ينفعش وتقوم مديله ظهرك وماشي. ما ينفعش النظام ده في اندونيسيا. لازم ان انت تسأل وتسأل تاني وتسأل تالت. ما تسألش عن النت، اسأل الموظف نفسه، اسأل الراجل المسؤول عن الأوراق. بس فالموضوع بسيط. معلش بقى اعذروني الفيديو كان طويل شوية. يا ريت بس تعملوا لايك وشير، لأن في ناس كتير جدا ما تعرفش التفاصيل دي، فعلشان المعلومة يعني ما تخليش المعلومة تبقى واقفة عندك، خلي غيرك برضو يستفيد بيها. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة تشترك، مستنيين الدعم بتاعكم. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.